لكل منا محطات ولحظات ومواقف وشخصيات في حياته لا تنسى، ومن خلال هذه الحلقة نلتقي مع شخصيات نغوص معهم في بحار حياتهم لنستكشف هذه الحياة. أهلا بكم إلى حلقة جديدة ودردش مع هدى. يسعدني النهاردة أن يكون ضيفي الأستاذ سعيد العسيلي. نورني يا أستاذ سعيد. أهلا وسهلا يا فندم. ازيك؟ أهلا وسهلا حضرتك. أستاذ سعيد، أنا سمعت لحضرتك مقطوعات كتير قوي، والحقيقة في كلها أنت ممتاز. عايز أقولك على حاجة قبل ما نبدأ بقى نعزف مع بعض كده ونسمع والمستمعين والمشاهدين يشوفونا. آلة الناي دي شكلها سهل أو بسيط، بس هي في الحقيقة مش سهلة، أو تعليمها مش سهل. صح طبعا. هو اسمه السهل الممتنع. هي أولا هي آلة تعتبر من البيئة يعني، وتعتبر آلة فرعونية أصلية طبعا من أيام الفراعنة. وهي ما هي قطعة نربوس بطول معين وقطر معين، بس لازم تكون 9 فكوك، يعني من عد الفكوك العقل اللي فيها، يعني 9 عقل. 9 عقل بالظبط كده، 9 عقل وبطول معين. فالصعوبة ان صانع الناي يلاقي قطعة بوص او قطعة غاب بنفس المقاييس دي بالظبط كده، هو الصعوبة هنا بس ان هو ممكن يلف كذا مكان عشان يلاقي قطعة 9 فكوك، ومثلا طولها مثلا 60 سنتي او طولها 45 سنتي ونص او طولها 30 سنتي حسب، بس لازم تكون 9 فكوك. أستاذ سعيد، الخشب بتاع الناي ده مصنوع من ايه؟ هو طالع طبيعي، بيبقى نبات طالع على الترعه. نبات ايه بقى؟ نبات الغاب. اسمع عنه القصب. اسمه البوص او الغاب او القصب. البوص او الغاب او القصب. هو مفرغه، هي عباره عن قطعه مفرغه من الداخل. فهو بطريقه معينه بيسلكها بطريقه معينه، وبيبدا يعمل ثقوب طبعا بمقاييس دقيقه جدا. طبعا، لان لو الثقب اترحل عن مكانه اقل من ملي بيفرق في الصوت. ولو الطول ناي برضو الطول نفسه لو قصر او زاد ما يظبطش مع البيانو ومع الالات الموسيقيه، بقيه الالات. فلازم يكون الطول بتاعه بالملي، ويعني كده دقه جدا في الموضوع ده عشان الدوزان يبقى صح مع البيانو. انا مش عايزه احرم المشاهدين والمستمعين منك، يعني احنا هنتكلم شويه ونعزف شويه. تحت امر حضرتك. نبدا بقى بكوكب الشرق ام كلثوم طبعا. الله. هناخد كده مقطع من كل حاجه عشان نقدر نتكلم وندي المشاهد والمستمع فكره عن الناي، وفي نفس الوقت نسمع. ان شاء الله. تحت امر حضرتك. يا ام كلثوم بتقول حاجه برضه حلوه.
الله عليك، الله عليك. حضرتك خريج ايه يا استاذ سعيد؟ معلمين تربيه موسيقيه. تمام. واستكملت بعد كده دراسات حره في معهد الموسيقى العربيه وكليه التربيه الموسيقيه. يعني حضرتك عارف السلم الموسيقي والمقامات؟ طبعا درست طبعا موسيقى طبعا. الناي، علشان الواحد يبقى عازف ناي متمكن يكون دارس المقامات ولا سماعي؟ هو في الاول كان سماعي. وبعدين اثقلت السماعي والموهبه بالدراسه بقى عن علم بقى، ما يكون بقى يعني الموهبه موجوده. يعني انا من وانا عندي 10 سنين بعزف. من وانا طفل صغير كده كنت اجيب اي غابه اقطعها واخرمها كده وانفخ فيها واطلع صوت. اي ماسوره كهرباء مثلا، ماسوره بتاعه الخيط بتاع زمان دي، كان ماسوره بلاستيك طويله، كنت اجيبها واخرمها وانفخ فيها يطلع صوت، كنت افرح قوي يعني. واعزف عليها الحان برضو كده. بعد كده لما بدات ادرس بقى عرفت ان في حاجه اسمها ناي، وفي حاجه اسمها مقامات موسيقيه، وفي طبقات معينه وكده. فبدات اتعلم بقى المقامات الموسيقيه وازاي من مقام لمقام، وامتى امسك الناي الطويل وامتى امسك الناي الصغير، لان كل حاجه لها مقام معين يعني. فهي الدراسه لازم الموهبه نثقلها بدراسه. هو ليه ان العازفين الناي على مستوى الوطن العربي المتمكنين مش كتير؟ ده راجع لان الصعوبه في النفخ، ان انا امسك الناي وانفخ فيه كده. طريقه النفخ ديت هي الصعوبه هنا بس. دي بدايه التعليم. بدايه التعليم. الصعوبه في انك بس اطلع صوت. لو لي حد متعلم وهعلمه ناي، اذا طلع صوت صح يبقى كده يعتبر قطع 50% من التعليم. لان الصوت له كذا قوه في النفخ. ايوه. يعني في انفخ بالراحه يديني صوت، لو زودت النفخ شويه يديني صوت تاني من نفس الفتحه اللي انا فاتحها في الناي. ايوه. يعني نجرب مثلا كده. مثلا انا كده هنفخ بالراحه خالص. على نفس الفتحه هزود النفس. يبقى انا دلوقتي قلت 4 نغمات من فتحه واحده، اتحكمت فيها بايه؟ بقوه النفخ. طب الناس اللي احنا بنسمعهم ماشيين في الشارع وبيعزفوا، يعني بيعزفوا فعلا، تبقى في نغمه معروفه او اغنيه معروفه، دي جايه منين؟ دي موهبه، دي بالموهبه بقى، دي هنا الموهبه بقى، هنا بقى الموهبه. طب ليه صعوبه الناي في اول صوت يطلع منه؟ عشان النفخه يعني. النفخه دي بزاويه معينه، زاويه ميل معينه. العازف بيطلع من بقه عمود هواء، بيحصل له انكسار داخل الناي. أيوة. عن طريق الانكسار ده يطلع الصوت. لو الزاويه مش مظبوطه او هواء خرج بره الناي شويه بيناشز على طول، يطلع صوت مش مظبوط. نفصل بقى ونسمع حاجه لفايزه احمد. لفايزه احمد. انت قلت لي ان في تمر حنه تقريبا. في تمر حنه ممكن.
شاء الله. استاذ سعيد، انت قلت ان انت بدات وانت صغير في الناي. هو فعلا يعني انه اللي بيحب الناي احسن ان هو يبدا وهو صغير، وهو طفل يعني، مش طفل قوي يعني، ولكن يعني الموسيقى بالذات كل ما نتعلمها واحنا صغيرين تبقى احسن. لا هو الناي بالتحديد، الناي بالتحديد الناي يعني هو بقى بالفطره. انا كان الصوت طالع معايا بالفطره. فمن وانا صغير خلاص بقى اتعودت، بقى عرفت بقى صوابعي تتحرك ازاي، واخدت بقى ايه خبره في النفخ وخبره في حركه الاصابع. بعد كده لما جيت اتعلمت بقى سهل على المدرس بتاعي ان انا اتجاوب معاه بسرعه يعني. طيب مش محتاج نفس زياده الناي ده؟ يعني مش نفس قوي يعني، هو لازم نفس طويل طبعا، بس ما بيفوقش قوي يعني، ما بيبذلش مجهود قوي في النفس. يعني ما بيجهدش الرئه؟ لا ما بيجهدش، لا ما فيش اجهاد ولا حاجه. طب انت اما بيكون عندك حفله بتاكل اكله معينه عشان يبقى عندك صحه زي مطربين الاوبرا كده اللي بيغنوا الغناء الاوبرالي؟ والله هو الاكل الطبيعي عادي يعني، ولا ما بتقلش؟ اما بكون جعان بنفخ حلو يعني، طول ما المعده فاضيه. فعلا ما كنت هقول لك كده. بيديني قدره ان انا افتح صدري جامد واحبس الهواء جوه، لان طبعا المعده فاضيه. متعود ان انا مثلا اخد شهيق، والزفير ده ببقى بخيل جدا وانا بطلع الزفير. بحبس الهواء جوه صدري، وخصوصا يكون في جمله طويله هقولها مثلا، بطلع الزفير ده بطلعه بحساب بقى، بحساب لحد ما اخلص الجمله كده. زي المقرئ لما بيجي يقرا مثلا في ايتين معينه هيقولهم ورا بعض كلهم، بياخد نفس عميق ويحبس الهواء في صدره، وبعد كده يبدا يبقى بخيل قوي وبيطلع الزفير بس سنه لحد ما يقول الجمله اللي هو عاوزها. ايوه ده محتاج فعلا المعده تبقى فاضيه، محتاجه تبقى المعده فاضيه اكثر طبعا. السبع خروم اللي هم في الناي دول فعلا كل خرم بمقام او ممكن بنغمه او بدرجه ازاي؟ اشرحها لي دي. يعني انا مثلا قافل كله كده هيديني مثلا دو. لو فتحت دي كده بقت ري مي فا لا. بقى هزود نفس، هعمل طبقه تاني من النفخ بقى، يبقى كده دو. هنا زودت النفس كده، السلم كله سلم دو اللي هم السبعه. التامنه بقى، النغمه التامنه دي بتيجي ايه؟ هقول ري برضه، ري واكمل. بنعيدها يعني ولا بنعلى بيها؟ زي البيانو بنعلى بيها يعني. البيانو ما هو البيانو فيه مثلا حوالي 50 صباع. لو بدات من الشمال مثلا هقول دو ري مي فا صول لا سي. طب ما لسه في برضه دو ري مي فا صول لا سي، فدي مستمره في حلقه مغلقه. بس الاختلاف في الطبقات بقى. في الطبقه في الشمال بيبقى الصوت غليظ، اجي في النص يبقى طبقه متوسطه. لو جيت في اليمين بس يديني الصوت اللي هو الحد او الجواب يعني الجواب. فهي نفس الموضوع برضه. الدو في دو قرار اهي، دي بنسميها قرار لا غليظه، وفي دو جواب، دي دو جواب. فالصوابع دي كلها عن طريق وبعدين في بقى صوابع تانية في النص، فتحات في النص انا ما فتحتهاش، اللي هي بتدينا حاجه اسمها الديز والبيمول، اللي هي تمثل في البيانو الصوابع السمراء. هو البيانو فيه صوابع بيضاء وصوابع سمراء. فالصوابع دي اللي هي البيضاء في البيانو. اللي في النص دول لا، اقول مثلا مي بمول، اقول الفا ديز، اقول السول بمول، اقول اللا بمول كده. فدي تبقى ايه فتحات اللي هي بتمثل الصوابع السمراء اللي في البيانو. يعني الراجل اللي ماشي بتاع الربابه في الشارع ده في القرى وبيعزف مع نفسه، فاهم الحاجات دي ولا واخدها كده؟ لا هو واخدها هوايه كده وبيحسها بصباعه بقى، بيحسها بصوابعه. بيحاول. انا كنت الاول كده، كنت امسك، كان اسمها حاجه اسمها سلميه او بيسموها عفاطه، اللي هي دلوقتي حاليا اسمها الكوله. ايوه هنيجي عندها حاليا اسمها الكوله. فدي كل اللي بيعزف عليها بالفطره. ويمكن ما بيعرفش يكتب اسمه كمان. يعني يمكن اللي بيعزف الكوره سماعي بقى، سماعي وموهوب طبعا، عنده موهبه كبيره جدا. وبيحس الاغنيه بقى بودنه، يسمعها ويحاول يقلدها بصوابه، يترجم الكلام ده بصوابه. دي الموهبه هنا بقى.
طب استاذ سعيد، وانت قاعد في البيت كده مع نفسك تحب تعزف ايه؟ يعني انت عزفت الناس كتير قوي، لكن ايه الحاجه المفضله ليك انت؟ لانه انا قاعد بقى يعني بسرح بخيالي كده واعيش بقى ايه يعني بين المقامات، واعمل تقسيم مثلا حاجه مع نفسك بره اي حاجه، تقسيم مع نفسي كده بين اي اغنيه ولا اي حاجه. طب ايه الاغنيه اللي انت بتحب تقسمها؟ بتحس كده ان انت يعني وانت قاعد كده ممكن تفتكرها وتعملها وتعزفها يعني؟ يعني ممكن اقول حاجه لعبد الحليم مثلا، اقول حاجه للفريد احيانا، بس بسرح بخيالي الاول واعيش في تقاسيم كده وحاجات كده ارتجاليه في الاول. بعد كده انا نفسي دخلت لوحدي في الاغنيه لوحدي من غير وانا احيانا انا هاوي صيد سمك. بحب صيد السمك. بيقولوا فعلا السمك بيجي على صوت الناي. لا هو السمك تقريبا ما بيسمعش. هم بيقولوا. بس انا اصحابي معايا مثلا حوالي 10 افراد ولا حاجه، بنطلع رحله مثلا عند بورسعيد او في اماكن في الشرقيه او تريت اسماعيليه مثلا او كده، فنقعد مثلا ايه نلاقي السمك ما بيرميش معانا يعني يا استاذ سعيد ايوه اطلع الناي يا عم زمر له شويه يمكن يجي. سبحان الله ابقى قاعد على الترعه كده وبتاع وامسك الناي ابدا اعزف شويه، ابص الاقي السمك بدا يتجمع وبدا يغمز. انا سمعتها فعلا. يعني في ناس فعلا قالوا ان هم بيعزفوا عشان السمك يجي. هم اصحابي بقى يعني بيتفائلوا بيا يعني لما بكون معاهم في الرحله. الناي بيقول الناي يجي وانت ما تجيش، هات الناي معاك الاول، فاروح معاهم بقى بالناي ونقعد بقى ايه نغني شويه ونعزف شويه. بتعزف لهم ايه بقى؟ بتعزف للسمك ايه؟ بعيش بخيالي بقى. بقعد على مع نفسك بقى على الترعه يعني تالف حاجه كده مع نفسك. في قدام مني مزارع مثلا وزراعه كده وحاجات طالعه على وخصوصا في وقت المغرب كده الغروب، فبيحبوا بقى الكلام ده قوي يعني. فبعيش بقى بترك بقى الخيال لنفسي وابدا اعمل كده بس. دي المقطوعه دي بتفكرنا بالافلام القديمه. ايوه القديمه قوي. استاذ سعيد انت بقالك كام سنه عازف لآلة الناي؟ حوالي عازف محترف يعني بقالي حوالي 40 سنه. ما شاء الله ربنا يديك الصحه. اشتغلت ورا مين؟ اشتغلت ورا مطربين كتير، يمكن منهم الحاجه فاطمه عيد قعدت معاها فتره كبيره. والله يرحمه الفنان سيد الشاعر عازف الربابة والفنان المغربي فؤاد زبادي اشتغلت معاه برضو. وفي بقى مطربين شعبيين كنت معاهم زمان يعني زي الفنانة بوسي اشتغلتها زمان في بدايتها يعني فترة كده. ولسه عامل اعلان مع الاستاذ احمد شيبة. هي
الموسيقى العربيه الحقيقه يعني بتعجب اي حد في العالم، حتى الاجانب. يعني ممكن تلاقيهم قاعدين يعني بيسمعوا بس مزيكا، هم بيجوا فعلا بيجوا هنا فعلا، وبنطلع معاهم رحلات وكده برضو على الهرم برضو وكده، بيعملوا خيمه وبعدين بيجوا بالجمال، ينزلوا بالباص يركبوا جمال ويجوا يطلعوا لحد الجبل فوق على الهرم، ويكونوا فرشين بقى لهم عاملين خيمه كده وفرشينها وبتاع، ونقعد احنا من الموسيقى بس نعزف، بيعجبوا جدا بيها ويجوا يصوروا معانا بقى كده واحيانا بركب فوق الجمل واعزف بالناي برضه، اللقطه بتعجبهم قوي يعني. قبل بقى ما نتكلم في دورك في فيلم الست اللي هو كان مكان الله يرحمه الاستاذ سيد سالم. عايزين بقى نسمع حاجه. حاضر. نقول ايه؟ نقول رحله بيك مثلا؟ طبعا عبد الحليم. ماشي. عايزين بس نقول ان هي آلة مصرية فرعونية. آلة فرعونية طبعا. ايوه في البعض بيقول لا ان هي مش فرعونية، لا فرعونية. في بعض من الدول بتقول عازفين، يعني انا شفت يعني فيديوهات ليهم طبعا عازفين كبار في الدول العربية يقولوا لا هي موجودة في الزرع واتوجدت في اي حتة، لكن هي الحقيقة آلة مصرية فرعونية أصيلة. حتى على المعابد بنلاقي في صور نقوش نقوش موجودة بتقول انها آلة فرعونية أصلية. فتح المعلومه اللي عندي، فتحوا مقبره ولقوا فيها ناي غاب زي ده بالظبط كده، والدكتور محمود عفت عزف عليه. عزف عليه، اداله سلم خماسي مظبوط بيانو 100%. يعني سبحان الله الفراعنه عملوا يعني البيانو دلوقتي ده عالمي، البيانو ده النغمات اللي فيه عالميه. أيوة. نفس النغمه يعني النغمات هي على مستوى العالم كله. أيوة. ادوه هنا في مصر زي ادوه في الصين زي ادوه في امريكا، نفس النغمه واحده. لما عزف عليه الدكتور محمود عرف ان نفس الدوزان بتاع البيانو بالظبط، سلم خماسي في المعبد بتاع في المقبره اللي فتحوها، وعزف عليه وطلع فعلا ناي مظبوط بيانو 100% بالظبط. قبل بقى ما نتنقل ايه الفرق بين الناي والكوله؟ الكاف بالكوله. الكوله عايزين نسمع حاجه. نقول في محرم فؤاد، انا شايفه الورقه فيها محرم فؤاد وفي شاديه وفي ناس كتير قوي. محرم فؤاد بيقول ايه؟
وحشني رد عليا. يلا. على فكره وحشني رد عليا من الحان فريد الأطرش. اه جميلة. الكولة بقى بالكاف. لأن في ناس كتير بينطقوها غلط. ايه الفرق بقى بينها وبين الناي؟ الكولة الفرق بينه وبين الناي، الكولة مش 9 فكوك. 7 تقريبا حوالي 3 فكوك بس. 3 فكوك بس. عقل. قصدك عقل. وفيها 6 فتحات. مفيش فتحة ورا هنا زي دي. ليه بقى؟ 6 فتحات بس. هي هنا الناي هنا بين كل فتحة وفتحة نص تون. او ممكن احيانا 3/4 تون حسب توصيله الناي يعني من دي لدي 3/4 تون. الكولة بقى مش الكولة بين كل فتحه والتانيه تون كامل. بين كل فتحه والتانيه تون 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 تون. يعني الفرق بين الصوت اللي بيطلع من الناي والصوت اللي بيطلع من الكولة ايه؟ الكولة صوتها عريض. صوتها عريض. الناي مش عريض زي الكولة. يعني الكولة ممكن تبقى عامله كده. تبقى عريضة كده. الناي لا هيبقى كده خفيف. صوته مش عريض. عازف الكولة بيبقى احساسه اعلى شوية من عازف الناي. ليه؟ انا عندي هنا مثلا نص تون جاهز مفتوح نص تون. هو عشان يعمل نص تون بيفتح نص فتحة، يعمل بصباعه كده نص، تيجي بقى زايده شويه ناقصه شويه بايه حسب احساس العازف بقى. طب استاذ سعيد، اللي يعزف الناي يعزف الكولة واللي يعزف يعني اي واحد منهم يعرف يعزف الاثنين؟ العكس. عازف الكولة ممكن يعزف ناي. طب وليه الناي ما يعزفش الكولة؟ عازف الناي ما يعرفش يعزف كولة. آلة واحدة يعني. ما يعرفش يعني قليل قوي يعني ما يعرف. يعني عن نفسي كعازف ناي الكولة ما لقيش نفسي فيها. دي محتاجه مهارة يعني بس بتعرف. محتاجه اعرف طبعا كل حاجه، بس عشان اطلع الاتقان بتاع الناي ما اعرفش. لان لها طريقه نفخ معينه، وحركه الصوابع نفسها كمان بتختلف. يعني بالنسبه لنا بتختلف. لازم اتمرن على ان انا افتح نص فتحه وربع فتحه وكده. يعني بتبقى بايه بالصوابع وكده بيتحكم في الايه في نص تون وربع تون، لان عنده الفتحات كلها تون كامل. بيانو زي الصوابع البيضاء بتاعت البيانو بالظبط. يعني انت استاذ سعيد تعرف تعزف بيانو؟ اعزف بيانو طبعا، بعزف بيانو كورديون. لان انت كده اما شرحت لنا الناي. بعزف كل الالات الحمد لله. وانا كموجه كنت مدرس تربيه موسيقيه، وكموجه تربيه موسيقيه ملم بجميع الالات الحمد لله. الجيتار مثلا والمندولين. طب لا استنى بقى، ازاي الجيتار بقى؟ الجيتار دي بقى ده يعتبر وتريات صح؟ وتريات. طب ايه اللي دخلها بقى في الموضوع ده؟ ما دي بقى بخبرتي انا بقى، لازم اخد خبره عشان اما ادخل مثلا فصل او هعمل مثلا مسابقه. لازم اكون عارف الحاجه عشان اعرف اعلمها للطالب. فانا ممكن اعلم جيتار، اعلم كمانجا، اعلم اكورديون، اعلم اي آلة موسيقيه، اعرف امكانياتها وكل حاجه. لكن عشان اعزف عليها بالمهاره او بالاتقان بتاع الناي طبعا لا. طيب صانع الكولة هو صانع الناي بالظبط. ايه الفرق بقى؟ يعني هو ايه اللي خلاه يفكر في الكولة؟ طب ما هو الناي موجود. هو ايه اللي زاده؟ يعني ايه اللي زاد في الكولة؟ يعني الصوت العريض. الصوت العريض بس كده. بس هو فرق الكولة من الناي الصوت العريض. وفي عازفين كولة ما يعرفوش يعزفوا على الناي. والله يرحمه دكتور محمود عفت اخترع بقى حاجه اسمها غماز كده، اضغط عليه هنا يديني نغمه اسمها اللا بيمول. اللا بيمول دي صعبه جدا على الناي، فعشان يريح العازف
عمل فتحه تانية هنا، فتحه 7 هنا قدام هنا كده، وعمل فيها كتامه كده بغماز. اغنيه مثلا تبقى واضحه قوي في اغاني كتير، اديني اشهر اغنيه. لو هعمل مثلا مقام النهاوند مثلا. لو هعمل مقام النهاوند، فمقام النهاوند ده فيه الله بيمول. اغنيه مقام، اي اغنيه مقام نهاوند فيها الله بيمول. الله بيمول ديت بيطولها بقى، حاول يطولها وهو بيعزف، يروح ضارب على الغماز. يعني مثلا اعمل ازاي؟ طبعا دي بنسمعها في اغاني كتير قوي، لكن يعني احنا مش هنعرف اسمها، لكن يعني اسمها اعطيني النايه واغني. لا وبنسمعها في اغاني كتير. بنسمعها في اغاني كتير. استاذ سعيد، ما فيش حد من ولادك طلع بيحب الموضوع ده؟ انا ابني بقى الكبير ما شاء الله عليه دلوقتي، يعني يعتبر دكتوراه في الكمانجة. والله. طب ليه بقى ما طلعش ناي؟ لا سبحان الله بقى. ده موهبته. الموسيقى دي جت فجأة. انا مع يعني لحد دلوقتي يعني بفتخر بيها والله. كان في ثانية ابتدائي، الصغير كده في ثانية ابتدائي. أيوة. وقاعد انا واصحابي عندي في البيت، يعني بنعمل بروفات بقى، وبيبقى عادات بقى موسيقية فنية بتجمعنا يعني. فالمهم كنا بنعمل اغنية انت عمري. فمعايا بقى حد بيعزف اورج، ومعايا كمانجا، ومعايا عود، وكان معايا يوم هريق تقريبا. المهم بقى خدنا سهرتنا، وكل هو قاعد معايا بقى جنبي. فبعد ما خدنا سهرتنا نزلت اوصلهم. على ما طلعت لقيته قاعد على البيانو بيعمل انت عمري على البيانو لوحده، وقاعد تعمل ايه يا ابني؟ قال لي مش انتوا بتعملوا كده يا عم؟ وكان بيعمل كده كده كده، وسمعني المقطوعه بتاعت انت تعال عملتها. انا لسه عاملها دلوقتي. والله ده اللي حصل. بس خدته من هنا بقى، بدات ايه اعلمه بقى، ونزل معايا حفلات بقى كتير وهو صغير. لكن اكيد دخل المعهد بعد كده بقى دخل تربيه موسيقيه الزمالك في جامعه حلوان، ودارس كمان. حاول بقى ينفخ في الناي، ما عرفش يطلع صوت في الناي. استاذ سعيد شرفتني ونورتني النهارده. ربنا يخليك يا فندم. وحلقه حلوه جدا بجد يعني، وسمعنا شويه مزيكا كده حلوين يعني. ربنا يخليك. قبل بقى ما نختم، احنا طبعا قربنا من العيد الكبير بقى، عيد الاضحى. عايزين بقى تعزف لنا حاجه كده من الناي بقى.